مرتضى منصور يصاب بالجنون بعد ثلاثية الأهلي في أسوان. شاهد ماذا قال، ولكن في البداية صلي على الحبيب محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. مرتضى منصور يصاب بالجنون بعد فوز الأهلي بثلاثية نظيفة على أسوان يتصدر بها جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. صرح مرتضى منصور تصريحات مثيرة جدا وقال: ارتحت يا محمود يا بنا، ارتحت يا أيمن يا رمادي، ما هو ما ينفعش الأهلي يخسر ماتشين ورا بعض عشان الشعب ما يزعلش. صح يا جمال يا علام، يلي مش عايز تأيد اللعيبة وخليت عيل هارب زي كهربا يتنطط زي القرد النهاردة. هو ده أسوان يا رمادي؟ فين الغل اللي كنت بتلعب بيه قدام الزمالك؟ انت كنت بتموت نفسك انت ولاعيبتك قدام الزمالك، النهاردة بيخش فيك 3 تجوال في شوط واحد، ويجي واحد يقول لي الاهلي بيكسب واحنا بنخسر. اديكوا شفتوا الاهلي بيكسب ازاي؟ ما هو محدش يقدر يزعل الخطيب. جمال علام وعصابته بيخدموا على الاهلي والخطيب من اسكندرية لأسوان. ده جماهير أسوان كانت بتشجع الاهلي يا بيه. سيد عبد الحفيظ النهارده قبل الماتش راح للرمادي واتكلم معاه، قال له ايه بقى؟ شوفوا بقى انتوا بيقول له ايه. والى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.